بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم والدي وإخوتي كل موتى المسلمين واجعلهم في عليين يا أرحم الراحمين. سلام الله عليكم متتبعاتي الفضليات. جبت لكم وصفة النكتارين غطاغ شوية مي درتها لضيق الوقت، يعني هذا وين راح نحط لكم الوصفة. ما اهتميتش بها في الأول، درت فكرة جديدة، لكن الوصفه اللي حطيت لكم تاع مربى النكتارين في فيديو سابق في وقته. هذه هنا درت فكره باش يعطيني هذا اللون الرائع كما شفتوا في بدايه الفيديو. يعني الوصفه تاع النكتارين كي تقشروها وديروها هذيك البيضه الثانيه درتها بطريقه، يعني اللون تاعها بطريقه طبيعيه جديده رائعه بزاف بزاف. كذلك هنا استغليت قشور النكتارين وخدمت به. راح نروحوا مباشره للوصفه وتشوفوا المفاجآت تاع الوصفه تاعنا واش غيرت فيها. هنا تجيبوا نكتارين تكون بطبيعه الحال شويه، يعني ما تكونش طريه كما شفتوا، تكون شويه يابسه هكذا. كي تقشروها ما تلقاوش فيها هذيك الطراوه وهذيك البقع البنيه، باش يجيوكم القطع تاع المعجون تاعكم ما يذوبوش ويجينا مليح. هنا الطريقه اللي درتها مختلفه على الفيديو السابق. يعني الطريقه هذه تقدروا تعتمدوها في عده فواكه. هنا في الاول درت لكم كيما هكذا وطلقت لي يعني الا البراج هذوك اللي قطعتهم هما اللي طلقوا لي اللون الوردي اللي يعني عطاها هذيك اللمسه المليحه كلير. حبيت نغير لها اللون. هنا القشور والبذور تاعي كما شفتوا ما طيشتهمش، جبت هنا كميه من الماء وحطيت فيها هذاك القشور وايضا البذور. القشور يعني ماهوش احمر كامل، كي تعود نكتارين حمراء مليح، كي تعود ناقصه البذور هما معذره. هنا غلطت طيشت، حطيت النكتارين مع القشور، يعني اللب مع القشور معذره. فقط هنا البذرة اللي شفتوها هي اللي راح تعطينا هذاك اللون. وايضا هنا مش اللون فقط، يعني هنا ماشي يهمك اللون فقط. كما شفتوا البذور دوك تبدا ديجا تطلق لي. هنا ايضا راح تعطيني، يعني حتى كي ديروا المعجون بالنكتارين هكذا بلا ما تزيدوا هذه الاضافه المربى تاعكم، يعني ممكن نكهه النكتارين ما تجيش باينه بزاف مع السكر، لكن بالطريقه هذه راح يعطيك اللون وتعطيك لوغو، يعني النكهه تاع النكتارين. شوفوا ديجا هنا بلا ما نغليه قبل ما نحطه على النار طلق لي هذاك اللون، خصوصا البذور عطاني اللون هذاك المميز يعني الرائع اللي زادها جمالا وذوقا ايضا. غليته على الماء. هنا راني فرغته في قدر كبير جاني باهي كي نغليه ما يفيضليش، وحطيته على النار يغلي باه يطلق لي، يزيد يطلق لي هذاك اللون اكثر واكثر. طبعا هنا في الاول درتو بريستيج بروج، يعني تاع ضيوف تاع حفلات صغيره، لكن هنا اذا كان حابه تخبيه ولا ديريه كما العرس ولا يعني الحفله كبيره تحتاجي المعجون المربى هذا تخبيه. هنا قطعوه دي بتيدي بالطريقه هذه، يعني بخاس كيما نديرو السفرجل تاعنا. شوفوا هنا بعد ما غليته شوفوا ذاك اللون الرائع اللي عطاه لي. وهنا تقدروا يعني هذا اللون الماء تاعو تقدروا تخدموا به اشياء عديده، حتى الشربات اذواق، يعني الذوق تاعو عطاني نكهه جد ومهما تصوروها يعني عطاني فعلا هذاك لوغو تاع النكتارين. كي تشمي ريحه هذا الماء تاعو يعطيك ريحه النكتارين اكثر من اللب تاعها. شوفوا هذاك البهاء عطاني لون وردي رائع. هنا كما قلت لكم النكتارين تاعكم كي تعود حلوه ديروا جوست 400 غرام حتى 500 فقط للكيلو. انا عندي هنا 2 كيلو درت لهم يعني تقريبا 850 غرام، يعني باش يجيني معسل، ولا 900 ديروا. اذا كان نكتارين تاعكم تكون حامضه شويه ديروا كيلو، يعني 2 كيلو بكيلو حتى الكيلو 200 حسب الحلاوه تاعه. طبعا ما نستغناش على الليمون، زدت الليمون حطيت العقده تاعي طيب. بعد ما حطيت العقده الطيب ما طيشتش هذاك اللب، نحيت منه البذور وخليت له شويه من الماء باش نزيد نعطيه النكهه باسكو او خرج كلش هذاك القشور ونخليه. شوفوا هنا نخليه شويه ومن بعد نرجع ليه. هنا راني العقده تاعي طابت، خليوه على الاقل 10 دقائق السيغو تاعكم هذاك باش هكذا ما تذوبلكمش النكتارين.
يعني ما تحطوهاش مباشرة حتى يبدا يعقد لنا شويه هذاك السكر، يعني 10 دقائق حتى ل 15 دقيقة. هذه هي النتيجة تاعنا. شوفوا نخليوه يطيب، عينكم ميزانكم كي تشوفوا اللون تاع الفاكهة تاعكم هكذا، شوفوا كيف عاد شفاف، يعني تأثر بهذاك العسل. جا رايع ما شاء الله، ذوق ما نحكي لكمش، ذوق النكتارين رائع. نرجعوا لهذاك القشور تاعنا بعد ما كملت المربى تاعي، ميكسيتو مليح، زدت له السكر وزدت له شويه من الماء. هنا الماء باسكو خرج بزاف، رجعت له الماء تاعو شويه، تقدروا ما ترجعوش. ميكسيته جيدا، اعطاني يعني نتيجة مذهلة جدا رائعة. هنا مع النيون لكن راهو وردي فونسي شوية، حطيته يطيب، درته مربى يعني نكتارين مرحي، جا رائع. تقدروا ديروا به ايضا، تقدروا ترحيوه وتصفيوه وديروا به كول، ديروا به تحليات، يعني تقدروا ديروا عدة وصفات وعدة افكار. كما نقول لكم نعطيكم انا فقط واش نديروا الفكرة العامة، وتقدروا تستنتجوا افكار اخرى. يعني انت واش طارتك سيداتي. شوفوا هنا المعجون تاعنا كيفاه جا رائع ما شاء الله. الديكور هنا كيعود عرس، تقدري تحطي فيه بيستاش كاجو، يعني البيستاش هو اللي راح يكسر لنا اللون ويعطينا هذاك البهاء الجمال. ايضا تقدري تحطي شويه شوش الورد، يعطيه نكهه طيبه. كما تقدري ايضا تغميه بشويه ما ورد طبيعي اذا كان حابته يجيك بنين، حسب الاذواق. هنا كاين اللي يقول لك نخلي ذوق النكتارين. هنا شوفوا المرحيزي مهجة، يعني حتى القشور تاعو جا رائع. تقدري ديريه اليوم جا صباح لفطور الاطفال، جا رائع مربى ولا اروع. يفطروا به هكذا في الخبز. نتمنى فقط الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسونيش من لايك والاشتراك ودعم القناة. مشاهدة طيبة، شكرا لمتتبعاتي. أيضا شهية أطيب، وإلى اللقاء مع وصفة أخرى أجمل وألذ بإذن الله تعالى، وأيضا موسمية. سلام.